صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام، ورجعنا بعد فترة رمضان وانقطاع كبير. أنا آسف جدا، طبعا انتوا عارفين رمضان بيبقى مشاغل وبعد كده دخل العيد علينا. أنا آسف، وبنقول كل سنة وانتم طيبين لأحلى ناس، لأحلى فانز، لأحلى ناس متابعين لصفحة جيم ايجيبت. وهنرجع تاني لحلقات ثقافة اللاعب، ازاي تبقى مثقف وازاي تبقى عارف وواعي، مش مجرد ان انت بتسمع معلومة وتروح تطبقها سواء تنفع عليك او ما تنفعش، لان بيبقى فيه الفكرة وعكسها. والنظريه دايما في لعبه كمال الاجسام ما بتمشيش على الجميع. فالنهارده انا حابب هنتكلم عن موضوع ازاي تختار المدرب الشخصي بتاعك. دي حاجه مهمه جدا، لان من الاساسيات في جوه صاله الجيم ان انت تبقى معاك شخص بيوجهك. في بعض الناس بتبقى كاتبين كومنتات على الصفحه طالبين ان هم ازاي يطلعوا عضلات البطن بسرعه، او ازاي الدراع عايز يكبر، او منطقه الصدر عايزه تكبر، او الرجلين او لما بيبقى معاك المدرب الشخصي بتاعك وبيبقى فيه ثقة متبادلة ما بينكم، بيقدر يوصلك لنتائج اللي انت عايزها بأسرع وقت. ليه؟ لأن الراجل ده بيبقى صاحب خبرة وصاحب دراسة، وبيبقى عارف الحاجات اللي تعملها والحاجات اللي ما تعملهاش، والحاجات المطلوبة والحاجات اللي مش مطلوبة. دول من الأساسيات المهمة جدا جوه صالة الحديد، ان يبقى فيه مدرب فاهم. اغلب الناس بيبقى، انا اسف ان انا هقول كده، بس اغلب الناس، في ناس بتفتح الجيم على اساس انه بيزنس، مش على اساس انه رياضة او هو عايز يفيد الناس، هو عايز بس المكسب المادي. انا مش بعيب في كده، هو ده من حقه شرعا يعني، بس انا بفهمك ازاي تختار الشخص المناسب ليك اللي هو يقدر يفيدك ويقدر يوصلك في مراحل سريعة جدا للنتائج اللي انت عايزها. اول حاجة لاختيارك للمدرب الشخصي بتاعك، ما تختاروش على شكله، ما تختاروش ان هو بجسم وعضلات ودراعات وكبير في الحجم. ما تختارش، مش ده المضمون، مش ده الموضوع. لسبب، لان في بعض الناس بتبقى دارسه بس ملهاش يعني ربنا مش مديها الجينات الكافيه اللي هي تقدر تحقق بيه الاجسام الكبيره. وفي ناس بتبقى عندها ربنا مديها الجينات دي، مجرد ان هو بياكل صح وينام صح وياخد المكملات الغذائيه بتاعته، او لو هو راجل يعني بيخش بطولات بياخد المنشطات بتاعته بتشتغل عليه، فبيعمل الفورمه او الجسم المثالي اللي بتبقى انت حابب ان انت توصل له. بس لازم يبقى في دراسة ورا الموضوع. ما ينفعش ان انت تعمل حاجة من غير ما يبقى فيها دراسة. لسبب، المدرب الشخصي ممكن يقولك، لسبب ان المدرب الشخصي بتاعك هيقولك بالظبط هتعمل ايه. لو هو ما عندوش الخبرة الكافية او ما عندوش سابق تجربة مع حد، مش هيقدر يوصل لك النتيجة اللي انت عايزها. هو حجمه كبير، هو يعني شكله بادي بيلدر كبير، يعني لاعب كمال اجسام، بس هو ما عندوش الخبرة ازاي انه يحول الشخص اللي قدامه. فدي من اهم الصفات، ان انت ما تختارش المدرب بتاعك على حجمه. لازم تختار الراجل بتاعك او المدرب بتاعك على اساس ازاي هيقدر يوصلك للنقطة دي. وعشان تختاره لازم تشوف هو حقق نتائج مع لعيبة اخرين ولا لا، ده رقم واحد. لازم تشوف تاريخه، لازم تشوف هو عمل ايه. يبقى احنا وصلنا لنقطة ان انت دلوقتي عشان تختار المدرب الشخصي بتاعك، مش هتختاره عشان جسمه، انت هتختاره عشان دارس وعشان عنده سابق خبرة مع الاخرين مش مع نفسه بس. ده رقم مهم جدا ولازم نحط تحتيه 30 خط وانت بتختار المدرب الشخصي بتاعك. نيجي للنقطة التانية، ودي اهم نقطة، هي نقطة الثقة المتبادلة ما بينك وما بين المدرب الشخصي بتاعك. لسبب، انت لو ما فيش ثقة مش هيوصلك للنتيجة اللي انت عايزها، وانت مش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها لو انت ما بتثقش فيه. ده نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وما تفكرش انها مش مهمة. مهمة جدا لسبب، وهشرح لك النقطة دي انا قصدي بيها ايه بالظبط. موضوع الثقة، لازم المدرب بتاعك يثق فيك، ان هو بيقول لك التعليمات وانت بتنفذها بالحرف الواحد، ما بتاخدش منه التعليمات وتروح بره تعمل حاجة تانية. ده رقم واحد بالنسبة للثقة، المدرب يثق فيك. حاجة تانية، انت لازم تثق في المدرب بتاعك، ان المدرب بتاعك واخد باله منك، مش مجرد انه بياخد منك فلوس وخلاص. بالعكس، الفكرة ان هو مش بيشوفك جوه الجيم بس، لا، انا عايز المدرب الشخصي يا جماعة يتابعك بره الجيم كمان، يعرف حياتك الشخصية ماشية ازاي. مش لازم يخش في التفاصيل، بس لازم يعرف حياتك الشخصية، يعني بتشتغل كام ساعة، بتعمل ايه، بتروح ازاي، كلت النهاردة ما كلتش النهاردة. لازم الاسئلة دي تبقى كلها موجودة ما بينك وما بينه، متبادله، عشان نعرف لو لان في نظريات في لعبه كمال الاجسام ممكن تمشي على جسمك، في نظريات تانية ممكن ما تمشيش على جسمك. فالراجل المدرب الشخصي بتاعك لازم يبقى ادالك تجربه فانت جربتها ما نفعتش. لو انت ما بتقولوش كل حاجه
يبقى الخلل من عندك مش من عند المدرب بتاعك، لان لازم تقول للمدرب بتاعك بحيث ان النظريه اللي هو حطها معاك ما مشيتش يبقى هيطبق نظريه جديده. فانت لازم يبقى في ثقه متبادله، ولازم تقول له على كل حاجه وهو لازم يقول لك على كل حاجه. نيجي للنقطه الثالثه ودي نقطه مهمه جدا، ان المدرب الشخصي بتاعك لازم يكون عنده وعي على الاصابات، لسبب ان انت ممكن تاذي نفسك، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا، لان ممكن في من بعض الاصابات انها بتجيلك ما بتروحش ابدا، يعني زي اصابات في الكتف لازم بتحتاج عمليه، او يعني اغلب الدكاتره بينصحوا ان انت توقف لعب خالص. فلازم يبقى عندك المدرب الشخصي بتاعك اللي انت مختاره لازم يكون عنده وعي بالاصابات وازاي كيفيه التعامل مع الاصابه. دي حاجه مهمه جدا. في نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها برضو، وانت بتختار المدرب الشخصي بتاعك، لو انت رحت اتكلمت معاه وقلت له انا عايز اخد منشطات او انا عايز اخد مكملات غذائيه والراجل قال لك لا، ما تقولش ان المدرب ده حمار او ما يعرفش. بالعكس، الاكل هو اساس الموضوع. انت لو ما بتاكلش كويس مش هيحصل نتائج، مش هيحصل تحول، سواء انت بتخس او بتزيد، سواء انت بتحاول تبني الكمال الاجسام، او سواء انت مثلا بتعمل جسم فتنس. او الاكل رقم واحد والدعم الاساسي. لو الراجل المدرب الشخصي بتاعك ما عندوش وعي هو بيدي لك التغذيه عامله ازاي، يبقى مش هيحصل نتائج، حتى لو خدت منشطات، حتى لو خدت مكملات غذائيه. وبالنسبه لموضوع المنشطات، احنا زي ما قلنا وقلنا 100 مره، المنشطات للناس اللي داخله بطولات والناس اللي راح تحقق اهداف، احنا ما بننصحش بيها، والمنشطات مضره، والمكملات الغذائيه مش مضره، بس كل حاجه اما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لان انا بشوف شباب كتير جدا بتجيب سبلمنتس او بتجيب المكملات الغذائيه بيخلص العلبه ال 2 كيلو في شهر. ايه؟ مش كده الاستخدام، مش كده الاستخدام. هو انت بتاخد معلقتين في اليوم، ماكسيمم 3 معالق في اليوم وخلاص يعني. وبعدين ايام الراحه انت مش محتاج ان انت تاخد سبلمنتس، يعني اعتمد على الاكل الاساسي بتاعك. السبلمنتس والله ما هتحولك، المنشطات ليها عامل بس مش العامل الاساسي، الاكل هو العامل الاساسي. ده مهم جدا لما تيجي تختار مدرب الشخصي بتاعك. لو اتكلمت معاه في موضوع السبلمنتس او المنشطات وقال لك لا، ما تقولش ان الراجل ده حمار مش فاهم. بالعكس، الراجل ده عايز يفيدك وعايز يعمل منك بطل، واحده واحده، ستيب باي ستيب، لازم يبنيك صح، عشان لو اتأسست صح هتبقى لاعب زي بيج رامي كده. لما اتأسس صح بقى حاجة كلنا بنفتخر بيها، يعني قدوة مشرفة لينا كلنا جميعا كعرب. في اختيارك لمدربك الشخصي ما تروحش جوه الجيم وتشوف مدرب لابس شنطة وسط بسوستتين وماشي نافخ نفسه في الجيم بيعلي صوته وكده يبقى هو ده المدرب الصح بالنسبة لك. لا بالعكس، خلي بالك، لو ما عندوش خبرة او ما عندوش دراسه مش ده المدرب اللي انت المفروض تروح له خالص، لسبب ان انت محتاج تغذيه صح، محتاج تمرين صح، محتاج ان انت يبقى عندك واحد تثق فيه وتتكلم معاه عشان يصلح لك الاخطاء اللي بتبقى موجوده في حياتك، السلبيات، عشان توصل لنتيجه في الاخر. فما تروحش للجسم ويقول لك ده عامل فورمه وهيغيرني، ما بيحصلش. انا عندي ناس كتيره جدا هنا احسن مني بكتير اجسام، بس ما عندهاش الخبره انها تقدر تمرن ناس. هم بيعرفوا يعملوا كده من نفسهم بس ما بيعرفوش يحولوا من بني ادمين. فانت لازم تختار المره الجايه وانت تختار المدرب الشخصي اللي يناسب لك انت، يكون خايف عليك ويتلاشى الاصابات، ويكون راجل فاهم ازاي التمرين الصح، ازاي الاكل الصح، ازاي تنام صح، وازاي تختار المدرب الشخصي بتاعك. انا شرحتها لك دلوقتي. يبقى المرة الجاية وانت بتختار المدرب الشخصي بتاعك اختاره عن طريق وعي، ما تختاروش عن طريق ان انت شايف حجمه وخلاص. دلوقتي انت بقيت مثقف، عشان احنا دلوقتي بنتفرج على برنامج ثقافة اللاعب. اشوفكم في الحلقة الجاية وبإذن الله عن قريب جدا. سلام.